السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني يا حبايبي، عاملين ايه؟ غيبة طويلة قوي، معلش. انتوا عاملين ايه؟ وكل سنة وانتوا طيبين، وكل الطلبة والطالبات حبايبنا وولادنا واحفادنا بخير وعام سعيد عليكم يا رب جميعا، ويبقى كده عام كله توفيق ونجاح ان شاء الله. زي ما انتوا عارفين اليومين دول كل البيوت بتتكلم عن لانش بوكس، خصوصا الولاد الصغيرين. هنأكلهم ايه؟ هنفطرهم ايه؟ انا بقول لهم اللانش بوكس لما تيجي تحطي فيه المكونات بتاعه وجبة الفطار حاولي تبقى متكاملة من ناحية الفيتامينات، حتى لو بأبسط الأكلات. مش شرط أبدا إن أنا أحط بانيه وكفتة وسوسيس والكلام ده، لا، أنا ممكن أعوضه بحاجات بسيطة وعلى قد الإيد. ولازم يبقى في اللانش بوكس بتاعنا حاجة مغذية تكون حلوة تجدد نشاط الولاد وترفع الطاقة عندهم والسعرات الحرارية. من الحاجات الحلوة اللي بنحطها لهم، بيروحوا يشتروا من السوبر ماركت حاجات حلويات وحاجات كده انا مش عارفة مكوناتها ولا المادة الحافظة اللي فيها. احنا النهاردة هنعمل مع بعض نوع من انواع البسكوت الجميل جدا 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 ومفيد جدا لولادنا واحبابنا وللكبار كمان. بس بقى ايه بقى؟ من غير ما حافظة ومن غير ما نعمل دقيق ونلت ونعجن. هنعمل بسكوت بالشوكولاتة بأقل التكاليف خالص خالص خالص. المقادير بتاعتنا زي ما انتوا شايفين، ولا هنستخدم فرن ولا هنستخدم نار، احنا هنشتغل كده. معانا زي ما انتوا شايفين البسكوت اللي هو العادي بتاعنا، اللي هو الميري بتاع زمان. ده 200 جرام من البسكوت. ومعايا شوية سوداني، ممكن تستغني عنه وممكن تبدليه بدل السوداني بأي نوع من أنواع المكسرات. أنا ما حبيتش أجيب مكسرات عشان الناس ما تقوليش الدنيا غالية يا رندا هنحط كمان مكسرات في الفطار. لا، بسكوت هحط شوية سوداني. ما عندكيش سوداني استغني عنه، هيبقى معاكي حلو جدا وجميل. أنا معايا 2 معلقتين كبار من الكاكاو. ليه؟ دول هتستغني عنهم لو انتي البسكوت بتاعك بالشوكولاته. يعني لو انتي اللي هو البسكوت البني الغامق ده هتستغني عن الكاكاو. انا ما لقيتش وكنت عايزه اعمل الوصفه، فقلت بقى لا، ما هعمل الوصفه برضو عشان ولادنا وحبايبنا يستفيدوا منها. جبت الكاكاو الخام وهحط على البسكوت الحلو بتاعنا ده معلقتين كاكاو عشان اقلبه من بسكوت اللي هو الابيض ده لبسكوت بالكاكاو. ومعايا قطع كده من الشوكولاته الخام. انت ممكن لو ما عندكيش شوكولاته خام او ما بتشتريهاش، ممكن باكو شوكولاته كده من اي سوبر ماركت. ومعايا تلت كوبايه سمن. دي المكونات بتاعتنا، ولا دقيق ولا عجن ولا لت ولا اي حاجه، ولا هنستخدم النار اساسا. يعني هنعمل ايه؟ هنكسر البسكوت بتاعنا كده قطع مش متساويه عشوائيه خالص، وهحطه في الكبه وهنعمه. يلا بينا بقى نحطه في الكبه وهنعمه. زي ما انتوا شايفين البسكوت انا كسرته وحطيته في الكبه، وزي ما قلت هنزل بمعلقتين الكاكاو الخام. لو انت جايبه البسكوت بالشوكولاته ما تحطيش فيه كاكاو خلاص. يعني ايه بالشوكولاته؟ هتلاقي لونه بني، مش هو فيه جواه شوكولاته، لا، فيه بيبقى بسكوت 2 ملزوقين ببعض كده بشوكولاته، لا مش هو ده الساده، بس هتلاقيه زي ده كده لونه بني. هننزل بقى بالكاكاو. نزلنا خلاص بالكاكاو، هنفرم بقى الخليط دوت اللي هو البسكوت مع الكاكاو، وهنطحنهم كده طحنه كويسه. كده بقى ناعم وجميل جدا. شايفين لونه؟ كأنه بسكوت بالشوكولاته خلاص، ولا تعطلنا ولا حاجه. هنعمل ايه؟ هننزل بقى بالسمنه بتاعتنا اللي هي تلت كوبايه سمن على العجينه كده في الكبه. ليه؟ علشان خاطر هي هتبقى اسهل من العجن بتاعنا. ما عندكيش كبه وهتطحنيه في المطحنه، تبقي تعجنيه بالسمنه او بالزبده بايدك يا حبايبي. الطريقه دي ما تنفعش بالزيت، عشان لو انت هتقولي استبدله بزيت، لا، هو ما بيستبدلش بزيت، هو بالسمنه او بالزبده حسب مزاجك انت وحسب امكانياتك. زبده او زيت، زيت لا.
هنضرب بقى تاني الخليط مع بعضه لغاية لما احس ان هو بقى لين كده معايا زي العجينة. لقيت السمنة قليلة او الزبدة بزود شوية صغيرين بس النظام دوت كده يبقى مظبوط اوي. شايفين بعد ما حطيت عليه السمن ده الملمس بتاعه، بصوا زي العجينه. بصوا يعني انت لو ما عندكيش ميزان ومش هتعرفي وزن البسكوت ولا السمنه، اعمليه بالمقدار كده. يعني تطحني البسكوت وتنزلي عليه كل شويه معلقه سمنه كده في معلقه في معلقه لغايه لما تعجني وتلاقيه بقى بالملمس ده. شايفينه مش بيتفرفر، بقى زي العجينه. خلاص هننزل بقى بالسوداني، ودي خطوة اختيارية، بالسوداني المبروش او المكسرات او نستغنى عنها خالص. وهنقلب بقى تقليب كويس قوي عشان يبقى البسكوت بتاعنا جميل ومطعم وزي الفل. جبت بقى ايه القالب بتاع الكب كيك وحطيت فيه الورق بتاعه، وهاخد بقى بالمعلقة كده من الخليط بتاعي ده وهنزل في كل واحدة كده. بصوا بس لازم هعملها بايدي، ابططها كده واسويها عشان تبقى معايا جميلة وزي الفل اهو. بصوا لازم تبقي ضغطة عليه كده. حلو الكلام. هعمل بقى بقية الكمية بالطريقة دي وهرجع لكم. عملناه في الكب كيك. انا دلوقتي ما عنديش كب كيك مش هعمله، لا هعمله هوريكي تعمليه ازاي. هنركن بقى الكب كيك كده اهو، وهجيب بقى اي معلقه عندي. انا عملت بالمعلقه المعياريه دي، انا عايزاها تطلع زي ما بوريكم كده. بصوا اي معلقه عندك تعمليه بالشكل اللي يريحك اهو. بعمله كده وانزله على ايدي كده. بصوا اهي هتطلع اهي كده، وهحطها عادي في الطبق وهنستخدمها زي اللي في الكب كيك بالظبط. تمام. هنعمل واحدة كمان علشان خاطر ما تقولوش انا ممكن اعملها على ايدي. خلاص اهو كده باخد الشوية كده اللي انا عايزاها بحجم البسكوتة اللي انا عايزاها. انا بوريكم اكتر من طريقة عشان محدش يقول انا ما عنديش الموضوع بتاع القوالب بتاعة الكب كيك. لا ما عندكيش قوالب الكب كيك هنعملها باي طريقة مناسبة لامكانياتك، وفي نفس الوقت هتطلع نفس الطعم ونفس الشكل ان شاء الله. وهحطها كده. انا اهي عملت دي بايدي ودي بالمعلقة المعيارية او اي معلقه عندك، وده اللي اتعمل في القوالب بتاعه الكب كيك. طب احنا كده خلصنا؟ لا ما خلصناش. انا في بدايه الحلقه قلت لكم انا عندي الشوكولاته الخام، او انت لو ما عندكيش شوكولاته خام بتجيبي الشوكولاته باكو شوكولاته من عند اي سوبر ماركت او بتاع الحلويات. هنعمل بيه ايه؟ انت لو ما عندكيش الميكرويف، انا النهارده هستخدم الميكرويف. لو انت ما عندكيش ميكرويف بتبشري الشوكولاته دي وبتكوني جايبه حله فيها ميه بتغلي، وتحطي على الحله من فوق الطاسه بتاعتك او الحله اللي هتحطي فيها الشوكولاته، ونص معلقه سمنه او زبده، وبتحطي معلقتين 3 لبن عليهم. فانا النهارده هعمل الخطوه دي. طبعا وانت حطاها على البخار لازم تبقي بشراها وبتقلبي، هتلاقيه كل ما الحله بتطلع بخار على الطاسه او الحله بتاعتك ما بتبقيش مغطساها في قلب ميه، لا هي الشوكولاته بتسيح على البخار اللي طالع من الحله اللي انت حاطه فيها الميه بتغلي. وهتحطي عليها السمن او الزبده وهتحطي عليها شويه اللبن وهتقلبي. انا هعملها في الميكروويف
وعقبال ما نعملها في الميكرويف هعمل بقى معاكم تركة اللي هي هتخلي البسكوتة بتاعتي متطعمة بأحلى شوكولاتة من الشوكولاتات دي. الشوكولاتة اهي قطعتها وحاطه اللبن 3 معالق وجزء كده من الزبدة. انا حبيت ادلعها شوية فحاطه لها الزبدة البلدي بتاعتنا الفلاحي عشان تديها نكهة. طبعا انا ممكن احط سمنة عادي مفيهاش مشاكل خالص. هحطها في الميكرويف وارجع اقول لكم هنعمل ايه في البسكوت القمر ده. عشان احط الشوكولاته اللي انا بسيحها دلوقتي هعمل فتحه هنا في قلب البسكوته بتاعتي. تعمليها بقى بس ما بنزلش الفتحه لاخر البسكوته. بصوا ازاي اهو. انا جبت بقى النشابه بتاعه الكريب. بصوا اهو. عايزه توسعيها وسعيها كده اهو. هنعمل بقى كله كده عشان ننزل بقى الشوكولاتة بتاعتنا فيها اهو. بصوا انت ممكن تعمليها بغطاء ازازة بايد اي حاجة عندك اهو، هتبقى جميلة معاكي. بس المهم ما تنزلهاش لاخر البسكوتة، ما تبقاش مفتوحة يعني من تحت اهو. بصوا كده ودي انا عملتها بصباعي كده بقت اتفتحت. المهم مفيش حاجه توقفك، الشوكولاته بتاعتي ساحت اهي وبقت على الشغل على طول جميله جدا. وانت لو عملتيها بالبخار هتعمل معاكي نفس الشكل ده. هجيب اي حاجه بقى لازم يكون ليها بوز كده اعرف انزل بيه، او تجيبي الكيس بتاع الحلواني اللي هو الصغير بتاع الصوصات تحطيه وتفتحي حرفه من تحت وتنزلي بيه. انا النهارده هنزل باللبانه دي. هننزل بقى. المهم ان الخليط اللي بتنزليه ما يطلعش فوق البسكوته، على قد الفتحه بس. بصوا كده كده حلو قوي. معلش هعملها. بصوا انا ظبطتها اهو. خدت حته عجينه من عجين البسكوت وحطيتها حواليها. حاولي تظبطي ايدك، معلش انا فرقت معايا شويه. هنكمل بقى بقيه الكميه بنفس الطريقه دي. اخر خطوه بقى للبسكوت عشان يكمل معايا، وهو كده خلاص جاهز. بس ما ينفعش اكله كده وهو لسه ما اتحطش في التلاجة. هنحطه في التلاجة بيقعد من ساعه لساعه ونص حسب بقى قوه تلاجتك. هو بيقعد ساعه او ساعه ونص كده بيجمد كل ده، وهوريكم بعد ما يخلص شكله عامل ازاي. خلاص كده البسكوت قعد معايا في التلاجة بالظبط ساعة. هنطلع بقى البسكوت بتاعنا الحلو ده ونفكه ونشوف هيبقى شكله ايه معايا. بصوا الحلاوة والطعامة، يعني مفيش احلى من كده. بصوا بسكوت ده ولا مش بسكوت، ومغذي وعلى قد الايد. والوصفه دي ما كلفتنيش الا 20 جنيه بس، البسكوت والكاكاو. بس انت طبعا هاتي بسكوت بالكاكاو على طول، وشويه اللبن 3 معالق كله على بعضه كده ب20 جنيه. انت بتروحي تجيبي الهوهوز او باكل بسكوت بكام لابنك ومش مغذي ومش نظيف زي ما انت عاملاه في الايد. واحده كمان اهي بصوا طالعه تخن ايه ما شاء الله، وفيها شوكولاته. الولاد بيحبوا الشوكولاتات. هنعمل كده، نعمل في البيت بكل سهوله جدا ومش هياخد معانا وقت. وتقدري تقدميه مع كوبايه شاي، مع كوبايه قهوه،
نسكافيه، عصير، اي حاجه، وممكن تلفيه بالاسترتش وتديه لهم في اللانش بوكس، يبقى حاجه حلوه مع الفطار، او تسيبه لهم ورق البليسيه بتاع الكب كيك. هنفضي بقيه الكميه بقى وخلاص على كده، واحلى من كده مفيش. زي ما انتم شايفين 200 جرام بسكوت بس عملوا معايا 14 واحدة، دول 12 وانا كلت 2 عشان انا بصور بحبه جدا فكلت 2. طلعت معايا الكمية 14 بسكوتة. لو انت عندك وما شاء الله، بصوا تخن ايه، يعني مش رفيع ورقيق كده يتكسر، لا جميل ويشبع. لو انت بقى عندك بنت وولد او طفلين ايا كان، ولاد ولا بنات، دول ال 14 دول يقعدوهم الاسبوع كله بياكلوا حاجه حلوه ومغذيه وعلى قد الايد. اقسمي بقى ال 20 جنيه على الاسبوع، هتعرفي انت قد ايه وفرتي. انت بتروحي تجيبي باكل بسكوت صغير ما فيهوش حاجه ب5 و7 و8 جنيه، ومش مغذي ومش صحي زي اللي انت عاملاه لهم في البيت. اعمليه وجربيه وقولي لي في كومنتات ايه الاخبار، الولاد قالوا عليه ايه. يلا معمل الزوطاب هتلاقوا فيها احلى الوصفات واجمل الاكلات. سلام عليكم.